إشارة وأصدر ديوان الوقف السني بيان بأن يوم الثلاثاء وأول أيام شهر رمضان. طبعا هذا بموضوع سبق إعلامي. نحن انتظرنا حتى بعد صلاة المغرب بأكثر من نصف ساعة، ثم اللجان التي كانت تراقب الهلال الشرعية والفلكية في عموم المحافظات وفي عموم مكاتب دار الإفتاء المنتشرة في عموم أنحاء الجمهورية كلها قالت لم تثبت رؤية الهلال. ثم تفاجأنا تقريبا بعد أكثر من ساعة وربع أعاد ديوان الوقف السني وأعلن بأن يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان لثبوت الرؤية الشرعية والفلكية على لسان رئيس الديوان. وبهذا الأمر الأول، نحن نعتقد أن رؤية الهلال لم تثبت، لكن توافقا مع وحدة المسلمين ونحمل رئيس الديوان المسؤولية القانونية والمسؤولية الشرعية وذمم المسلمين. إذا ثبتت رؤية الهلال فتتراجع دار الإفتاء العراقية عن البيان الذي صدر ونجتمع مع المسلمين، وتكون يوم غد إن شاء الله تعالى هي أول أيام شهر رمضان وهو يوم الاثنين، توافقا مع المسلمين في ديوان الوقف السني والمسلمين في إقليم كردستان. هذا البيان النهائي لدار الإفتاء العراقية التي تريد أن يكون هذا الشهر إن شاء الله شهر وحدة وشهر عبادة وشهر أخوة، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعله شهر خير ويمن وبركة وسلامة. وطالب السيد رئيس الوزراء التدخل في هذه الإشكالية، وأطالب لجنة الأوقاف البرلمانية التدخل في هذه الإشكالية، لأن موضوع الصيام وموضوع العبادات أعتقد ذمة لا تبرأ بها ذمة أحد، فلذلك يجب أن تكون هناك متابعة. نحن قديما كان الناس يقولون إذا صام أهل المشرق فعلى أهل المغرب أن يصوموا، وإذا أفطر أهل المغرب على أهل المشرق أن يفطروا. هذا القاعدة قاعدة فقهية ليس حديث، ولكل بلد رؤية، ونحن أهل العراق لنا رؤية. كنا نتمنى أن تتوحد كلمة عموم المسلمين في العراق، لكن اليوم الواجب علينا أن نوحد كلمة أهل السنة في العراق فيكون الصيام واحد إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.